شوية نصايح لبابا مع البيبي الجديد. هاي، ازيكم؟ انا مريم وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. البيبي الجديد بيبقى محتاج عناية خاصة ومحتاج اهتمام كبير قوي قوي من بابا وماما، بس في الفترة الأولانية ماما بتبقى تعبانة ومرهقة وعندها depression وشوية حاجات كده، فعلشان كده بابا محتاج ان هو يكون متواجد فترة طويلة في الوقت ده، لانه ماما هتبقى بتشيل حاجات كتيرة لكن بابا هيحتاج يكون بيشيل هو كمان حاجات كتيرة قوي بسبب التعب بتاع ماما وهي خارجة لسه من عملية او حتى لو ولدت طبيعي، بيبقى محتاجة ان هي تكون حد بيشيل معاها. وبابا طبعا اول حد المفروض يكون موجود في الوقت ده لان هو بابا. البيبي هيبقى محتاجه ومحتاج الدفء بتاعه. ما تقلقش خالص انه البيبي يكون مرتبط بيك او لا في الوقت ده. في الفترة الأولانية البيبي بيبقى مرتبط بماما لأنه هو بيبقى متخيل إن هو ماما شخص واحد، وبتبقى ماما هي بتاعة الأكل والشرب والنوم بتاعة حاجات كتيرة. بس بعد كده البيبي بيبتدي يرتبط ببابا شوية شوية، وبيبقى بابا ده بتاع اللعب وبتاع الشقاوة وبتاع الضحك وبتاع كل حاجة حلوة، وكمان بيبقى بتاع الحضن وبيبقى بتاع الإحساس بالأمان والحب. فما تقلقش خالص إن البيبي يرتبط بيك، البيبي هيرتبط بيك جدا جدا وهيحبك قوي قوي قوي. كل ما هيكبر حب البيبي لبابا هيبتدي يزيد، ما تقلقش خالص من النقطة دي. كمان البيبي لما بيبقى لسه مولود بيحتاج ان هو يتشيل فترات طويلة، زي ما قلنا ماما بتبقى تعبانة في الوقت ده بسبب العملية او بسبب تعب الولادة، فعلشان كده بنبقى محتاجين بابا ان هو يشيل شوية البيبي في الفترات اللي هي مش هتقدر تشيل فيها، لانه البيبي بيبقى محتاج ان هو يتشيل فترات طويلة علشان الإحساس بالأمان والإحساس بالحب، لأنه هو أول 3 شهور بيبقى عنده تساؤل هو محبوب ولا لأ، زي ما قلنا قبل كده في فيديو قبل كده. فعلشان كده محتاجين إن بابا يشيل في الفترة دي شوية زيادة عن الطبيعي اللي بعد كده. حتى بابا محتاج للمساعدة ومحتاج إن هو يطلب المساعدة، علشان كده ما تخافش خالص وما تقلقش من إن أنت تطلب المساعدة من تيتا، من جدو، من صحاب ماما، كل الناس اللي ممكن تقدر تساعد في الوقت ده. محتاج ان انت تطلب منهم ان هم يكونوا موجودين، لانه الفتره الاولانيه بيبقى البيبي محتاج عنايه كبيره قوي. فما تقلقش خالص وما تخافش، هتلاقي ناس كتيره قوي تحب تساعد وتحب تكون موجوده معاكم، خصوصا ان البيبي ده الناس كلها بتحب تبقى ملمومه حواليه. ومرة تانية ما تخافوش انتوا الاتنين بابا وماما من الفترة الأولانية دي، فترة جميلة فترة حلوة، البيبي بيبقى جميل خالص فيها، وبيبقى فيه لمسات صغنونة وضحكات بيبي كده بتبقى حلوة قوي قوي بتضيع كل التعب. ما تقلقوش وما تخافوش، هتنبسطوا جدا وهتتعودوا كمان على شيل البيبي. ما تقلقوش من النقطة دي، هتعرفوا تحموه وهتعرفوا تشيلوه وهتعرفوا تغيروا له وهتعرفوا تعملوا كل حاجة. فما تقلقوش خالص، انتوا مش هتكونوا لوحدكم. المهم ان انتوا تكونوا حوالين البيبي وتهتموا بيه اهتمام كبير علشان يكبر حاسس دايما بالحب وبالامان وما يكونش عنده كسور في الاحساس ده. ميرسي، بشوفكم الفيديو الجاي.